أهم البنود اللي هي الهيكلة، إعادة هيكلة اللجنة الأولمبية بحيث أنه يكون هنالك جسم يعني خفيف وسريع متمثل في مجلس التنفيذي، واختفاء المكتب التنفيذي، لأنه كان عندنا يعني 3 مستويات اللي هي الجمعية العمومية، وكان عندنا المكتب التنفيذي، مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، وكان هنالك تقاطع ما بين بين ذلك وبين كان هنالك تقاطع كبير في هذا الأمر، بحيث أنه المكتب التنفيذي كانت قراراته تعتمد منذ صدورها أو تكون نافذة منذ صدورها، ثم تعرض على مجلس الإدارة الذي قد ينعقد بعد شهرين على أقل تقدير، وهنا يحصل الخلاف، هل هذا الحق هو حق المكتب التنفيذي أو هل هو حق مجلس الإدارة؟ أنا أفتكر الآن هذا الأمر انتهى. بيتكون المكتب التنفيذي برضو يعني تقلص إلى حوالي 14 أو 15 14 تقريبا يعني عضو، فيهم 5 أعضاء يمثلون الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير ونائب السكرتير وأمين المال، ثم بعد ذلك اختيار البقية كلهم يتم اختيارهم من الجمعية العمومية. زمان كانت الجمعية العمومية التي تختار فقط الضباط 4، وبعد ذلك المكتب التنفيذي يتكون من الاتحادات. الآن كل هؤلاء ينتخبهم انتخابا الجمعية العمومية، ونفتكر ده يعني تطور كبير، وافتكره يعني تقدم كبير. أنا أعتقد أيضا من أهم برضو القرارات التي صدرت أنه يعني قيام اللجنة الأولمبية بعد ذلك أو بعد هذه الإجازة بتكوين لجنة الانتخابات، تكوين لجنة الاستئنافات، كذلك إعطاء المرأة يعني مقعدا ثابتا. أعتقد برضو واحدة من أهم ما خرجت به هذا هذا القرار. الآن الجمعية العمومية فوضت الأجهزة القائمة الآن حتى تستكمال بقية الإجراءات. بعد ذلك الانتخابات القادمة سيتم تكوين لجنة الانتخابات ولجنة الاستئنافات، وبعد ذلك يتم دعوة الجمعية لملء المقعد الشاقر لمجلس اللي هو المجلس. لكن الآن احنا طبعا حننفذ بعد ذلك إلى الانتخابات الجديدة التي سيشكل فيها المجلس التنفيذي بالطريقة التي الآن أجيزت في هذا النظام الأساسي.